الحوار كله بدأ لما كنت داخل انام الساعة 10 وقلت ابص على التيك توك كده، بص قبل ما انام يعني، وبعد فيديوهين ببص لقيت الساعة 1. ودي من اكبر الاخطاء اللي بعملها كل يوم ومش بتعلم منها، يعني ماشي عكس البشر. هو بيقول لك البشر اغلط عشان تتعلم، لا انا بغلط وما بتعلمش، بفضل اكرر الغلط. انت you don't have the right. Hey, that's pretty good. اللي مش بيشرب شاي بلبن فايته نص عمره الصراحة. المهم صادفني فيديو جامد فشخ. I'm so sorry حقيقي، بنسى ان احنا فاميلي فريندلي واسره محترمه. قابلني فيديو جامد فشين لا قلبي باليقين الله. الصراحه الفيديو فصلني ضحك لحد ما اخرج موسيقى من انفه وانا كنت بوري الفيديو لابويا، وعينك ما تشوف الا النور. لانش باور لانش كنترول جريد لاند حطه. قلت خلاص طلعنا شخصية كوميدية ممتعة للعين وللبصر، بس هو كان مقتنع باللي هو بيعمله لدرجة غريبة ومرعبة في نفس الوقت. صدق نفسه يعني. ماشي في الاخر نتكلم. طب يلا طب اما اخلص شغل. للأسف الشديد هو طبعا هتلاقيه مبسوط. الفيديو فايرال جاب مشاهدات كتير يعني. انا محتاج كورس مراجعة مع مستر عبد الغفور عشان الانجليش بتاعي خلاص ضاع. شايب لبن من ابراهيم. وانا زعلت جامد ان الفيديو جاب مشاهدات كتير، لان الصراحه دي بتكون بدايه النكسه. يعني هو الواحد بيفضل يقدم كونتنت لحد ما كويس، اكيد حضرتك بتقول دعابه طبعا، لحد ما يبتدي يتشهر. وعينك ما تشوف الا الازرق بقى مش النور، عينك ما تشوف الا الظلمات. بتبقى بدايه النكسه، زي نكسه عادل شكل اما اتسجن، نكسه فادي عضلات اما لقى نفسه بيجيب فيوز كتير قال لك اما اكل بقى ياكل بس عايزين الصراحه، انا نفسي تحصل لي نكسه الشهره دي. مش عارف الناس بتعامل زر السبسكرايب عندي في القناه على انه الدمبل 40 بتاع فادي اللي هو محدش يعرف يعمله غير فادي. ما تدوس يا عم سبسكرايب يا اله الا الله يا عم، احنا كلنا من طينه واحده. نرجع لموضوعنا. اول ما الفيديو جاب فيوز كتير راح نقوم منزلين فيديو تاني. توقع اللي حصل، جاب فيوز كتير تاني. ايه شعب وسخ زباله، شويه زباله. عشنا بدول اجنبيه يا ولاد. بس الفيديو التاني ده هما بيخدعوا المشاهدين، وانا شايف ان هو فيديو تضليلي. هتقولي ليه؟ اسمع كده. اسمع الفيديو. ويجز هيمثل مايكل جاكسون. لوك ات ذس. يعني ده الراجل ده لو هو مولود ومقرر ان هو هيدخل النار مش هيكذب كل الفيديو ده في 10 ثواني. مبدئيا مفيش حاجه اسمها فيديو في الدنيا دي مش موجوده، لسه ما اخترعوها. هيخترعوها بس مش دلوقتي، اتقل على رزقك. ثانيا مايكل جاكسون مغني، انت هتمثله ازاي؟ ثالثا ده شبه ويجز. اللي انا شايفه قدامي ده خليط من فليكس الفقدان وبن طه لما كان شغال مخبر في وش اجرام. بس انا ما عنديش تعليق على بقيه الفيديو الصراحه غير بكلمه واحده، جامد كيك، او كلمتين سوري، انا كنت ادبي وجايب 53 الصراحه، يعني ما تحطش امل عليا. وما وقفش بس عند افساد اغنيه مايكل جاكسون. هيل نو، دخل على اغنيه قطر الحياه اللي عايز اقول لكم ان انا بحب الاغنيه دي بحب الاغنيه دي فيه شين مش متخيل انت. بجد تلف الاغنيه بجد. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. انا بعتذر للفنان احمد مكي وسيدوني وحزلقوم، بعتذر لهم بالنيابه عنه عن اللي هو عمله ده. فلوس نرميها فجأة زاد الارتباك. امي بكت بحرقة قدامي فوقت في ثواني. رميت لي فلوس وبصوت ما اشوفش وشك تاني. بدأ ويجز الغلابة يظهر للأضواء والنور ويطلع على المسرح، واستضافوه في جريدة، وده كان أفضل لقاء في الشرق الأوسط في آخر شهر، لأنه كان بيدي نصايح للشباب اللي عايز تدخل المجال، نصايح خفية محدش خد باله منها غير الناس الدقيقة الصح. قول يا فنان. انا اللي خلاني دبيت على صدري ان انا معيش اجيب جيتار، فاستخدمت صدري كجيتار. معلش برضه عشان نوضح حاجه للناس ونوضح حاجه، لما استخدمت موسيقى بانفي انا عملت كده ليه؟ برضه معيش اجيب اي آلة، انا معيش اجيب آلة، انا بني ادم بسيط. موسيقى من انفك وجيتار. اتمنى تكون استفدت من النصايح.
وبعد اللقاء ده انك ما تشوف الا النور اجين تاني. الممثلين بقوا يعملوا على الاغنيه بتاعته والتلفزيون يتكلم عليه. ويجز الغلابة واغنية انت شوجري. لا بس دي تعمل ليه عايزاه الصراحه بس ايه ما تعملش ليه عايزاه. إيه؟ ان شاء الله لو عايزه تتكلم عليا انا شخصيا تعمل ليه عايزاه. Yes, I'm a simp. طبعا كل بيت مصري فيه تلفزيون متهرب وحالته حاله من كتر الناس مش بتتفرج عليه، فالتلفزيون بقى عنده فراغ، فمن كتر الفراغ بتاع التلفزيون استضافوا واحد على التلفزيون في برنامج، واحد شبه اللي هو اللي كان في فيلم حماده هلال ده اللي هو خليه يقابلني. Awesome. عريبي انا عايز اتطلق يا عريبي طلقني. فاكر نفسك متجوزه مدرس باليه؟ المهم البرنامج بتاعه اسمه سبوت، واكيد برنامج هابط يعني اكيد. بنحاول نساعد الشباب وبنسبوت على الحاجات اللي تهمهم. استضافه هو والمكتشف بتاعه استاذ حسام اللي طلع لنا الموهوبه الشهيره ويجز الغلابه. هيثم انا منورني النهارده في الاستوديو ويجز الغلابه، واللي مكتشف ويجز حسام محمد، فطلعه يغني ويسمعنا الطرب مره اخرى بس على التلفزيون المصري. اتا اتي اتي مونتو اتي جندر ما يهورتك، اتا اتي اتي مونتو اتي جندر ما يهورتك. بس استنى ايوه قبل لما تقول بقى اللي انت لسه هتقولها دي، مش هينفع تقولها على الهوا. ايوه هي ايه اللي عيب كلمه انت شوجري؟ Oh Allah the Almighty. مش قادر افهم منين هي عيب ومنين هم حاطينها في اول اللقاء. صاحب ترند ده هم ما كتبوش اسمه حتى، وبعدين ده في ناس اصلا مفكره ان اسمه انت شوجري، هو كده انت شوجري، هو مولود انت شوجري، بس هو المذيع ده طلع ذكي. طبعا كان عايز اسمه يتقال في الاغنيه ويتشهر على حس ويجز الغلابه بالبرنامج الهابط بتاعه. انا هقول لك حاجه تعجبك. اسم اتفضل حضرتك احمد رضوان. طب اتفرج بقى اسمع. طب يلا انا معاك اهو. اتا اتي اتي مونتو اتي جندر ما يهورتك، رضوان اصلي رضوان اصلي. وبحب من الاخر. غنى شويه طربيات في اللقاء ده. الصراحه انصحكم تتفرجوا على اللقاء ده وتعملوا ريبورت للقناه دي او تعملوا ديسلايك للحلقه الصراحه، عشان مش عايزين الحوار يفايرل يجيب فيوز. يعني كفايه اللي حصل. يعني قصه ويجز الغلابه لسه ما انتهتش، بس للاسف الفيديو انتهى عشان الوقت. اللي هو انت بتشوفني اصلا دقيقتين يومك بيتقلب، يعني لو يومك حلو بيتقلب اسود، فكفايه يعني ان انت شفتني الوقت ده. وخد بوسه. عايز اقول لكم حاجه، انا جبت كرسي بعجل.